يلا بينا توكلنا على الله ونبدأ. خلينا نفكركم كده باسم الويبينار. احنا قلنا اسم الويبينار صمم 2025. وبرضه اللي متابعنا هتلاقي ان احنا بنعمل الحركة دي كتير، فكرة ان احنا نحط اسم والاسم يبقى له معنيين، اللي هو التورية كده بالعربي زي ما نقول. فكلمة صمم اللي هي 2025 ليها معنيين. جزء ليه علاقة بالصمم كتصميم، كأنك بتعمل ديزاين، تصميم لحاجة. وجزء تاني بمعنى صمم، انك تستمر على حاجة وتصمم عليها. وهو ده مين اللي هنعمله في السيشن النهارده او في الويبينار دي. بس تعالوا كده نحكي، نرجع خطوتين لورا ونقول الفكره دي او التصميم ده اصلا جه مبني على ايه. ودايما كده احنا اصلا خلينا نعرفكم بنفسنا برضه سريعا، يعني عشان برضه عارفين احنا ليه. كوتشز هو انتوا قفلتوا المايك عندكم؟ you're muted. تمام كده سامعنا. تمام كده الصوت. تمام كده. شكرا جزيلا. طيب تاني هقول لكم ان احنا هنبدا، بس الاول نعرفكم بنفسنا كده. فانا محمد ابو زيد ويحيى، وبحفظوا بقى النهارده يعني نمشوا حالكم كده. انا محمد اهو اللي لابس ازرق ويحيى لابس اسود، وبعدين ممكن نبقى نعمل مسابقه في الاخر نفرق ولا حاجه. طيب احنا اصلا احنا عندنا شركه اسمها ماي كوتشنج و... و... ولكن احنا اصلا عندنا انجينيرنج باك جراوند. احنا درسنا هندسه في جامعه عين شمس في مصر، وفي جامعه كلاوستال في المانيا. وتخرجنا بدبل باتشر، خدنا بكالوريوس من الجامعتين، من جامعه عين شمس في مصر ومن كلاوستال في المانيا. وكنا شاطرين في هندسه شويه، فتخرجنا الاول والثاني على دفعتنا. وكان طول الرحله يعني في الهندسه دي احنا كان عندنا باشن وشغف شديد بفكره مساعده الناس. وكنا بنحب قوي نساعد الناس في الجزء بتاع السايكولوجي وعلم النفس ده. وكنا دايما كده واحنا في الجامعه كنا نروح بعض المدارس الانترناشونال وندرس فيها كورسز ليها علاقه بقى بالتنميه والتنظيم الوقت والحاجات دي كلها. كان ده نقطه شغفنا يعني. وطول ما احنا في الهندسه وكنا بدأنا بقى دراستنا في الكوتشنج، وفضلنا حوالي 7 سنين بندرس يعني يعني شغالين في شغلنا في الهندسه. ولانه بعد ما اتخرجنا من الجامعه يعني اشتغلنا شويه في التدريس في الجامعه يعني معيدين. ثم يحيى سبقني شويه واشتغل في شركه بترول، وبعدين حصلته برضه انا كمان واشتغلت في شركه بترول لحد ما اتفرغنا نهائيا بقى لشركتنا ماي كوتشنج، اللي انتوا بقى يعني ممكن تكونوا متابعين بعض الحاجات اللي احنا بنعملها. وممكن نبقى نحكي لكم في الاخر حتى بنعمل فيها ايه اكتر. ولكن يعني انا حبيت اقول حته الانجينيرنج باك جراوند لانه النهارده فكره التصميم دي جايه من الجزء الهندسي ده. فدايما كده في جزء الهندسه ده لما ممكن بس نتاكد ان المايكس مقفول يا جماعه، شكرا. دايما في جزء التصميم لما نيجي نعمل اي تصميم في الدنيا بيبقى في حاجه اسمها معايير، في حاجه ستاندردز سبيكس، يقول لك ايه المعايير اللي هتعمل عليها التصميم ده. و... و... وليه فكرة التصميم أصلا؟ يعني ليه لما نيجي نبدأ بحاجة لازم يتعملها تصميم الأول؟ ليه ما بنخشش على طول ونعمل كده؟ وده الواقع في أي حاجة. مفيش حاجة في الدنيا بتطلع مرة واحدة. مفيش موبايل أي حد مع قدامه موبايل، الموبايل ده ما طلعش كده اللي هو مرة واحدة طلع الموبايل ده كبرودكت في الآخر، ولكن اتعمل له تصميم. والتصميم ده بنعدي عليه. إيه فكرة التصميم أصلا بشكل عام؟ وده اللي جاي منها اسم الويبينار النهاردة. إنه لما ما بنقفش ونعمل تصميم لحاجة، بعد ما بتخلص خالص ونبتدي يكون بذلنا فيها وقت ومجهود كبير جدا، لقينا مش هو ده اللي احنا عايزينه. تخيل حد طلع بعمارة 20 دور وبص كده العمارة قال لك مش هو ده اللي انا عايزه. او ال 20 دور طلعوا بس ممكن ينهاروا في لحظة. هو ده اللي احنا بنعمله من غير ما نحس في حياتنا لو احنا ماشيين من غير تصميم. فاول حاجة دي فكرة التصميم. طب الحاجة التانية، ايه المعايير اللي هعمل عليها التصميم؟ ولما كنت قعدت نفكر كده انا ويحيى في الحتة دي، لقينا انه حتة ممكن تكون جاية من حتة غريبة شوية، بس جبناها من حتة الأكل. احنا دايما لما نكون جعانين بناكل، بس مش دايما لما بناكل بنشبع. على الرغم من انه ايه، كلنا اكل زي الفل وشربنا وحلينا وتمام التمام وخلاص مفيش نفس، بس انت مش شبعان. ده في حاجه ناقصه.
وده لانه مش كل الجوع مرتبط بطعام، مش مرتبط باكل. انت كنت جعان كده، معدتك قرصة عليك ونفسك تاكل، فاكلت وشبعت، بس لا ستيل جعان. جعان بقى حاجة تانية، لانه مش كل غذاء غذاء الجسد. العقل ليه غذاء وبيجوع، والروح ليها غذاء وبتجوع. واحيانا نبقى مش مرتاحين ومش عارفين احنا مش مرتاحين ليه. عادة كده احنا الناس بتتعامل ازاي مع مشاكلها؟ انا جعان، انا عندي مشكلة كبيرة في الشغل، مضغوط، طب تعالى نطلب فطيرة كبيرة مشكل جبن وواحدة سجق صغير، وكده اكلنا وانبسطنا وبقينا زي الفل. وما بنبقاش واخدين بالنا ان احنا في انواع تانية من الجوع. ايه اخبار الغذاء اللي بتحطه في مخك، في دماغك؟ ايه اخبار الجوع بتاع المشاعر، الجوع العاطفي؟ ايه اخبار الجوع بتاع الروح؟ هل يا ترى فكرت في وقت من الاوقات ان كل جانب من الجوانب دي محتاجه برضه غذاء؟ فهو ده، هو ده الفكره اللي احنا منطلقين منها النهارده. ولما نيجي بنعمل التصميم بتاع النهارده، هيبقى عندنا شويه معايير بنعمل عليها التصميم ده. ايه المعايير دي، او هنتحرك فين؟ هنتكلم على غذاء العقل، وغذاء الروح، وغذاء الجسد، وغذاء المشاعر. واللي انا دايما بقول انه غذاء المشاعر ده بيجي من الثلاثه دول. فدول كده ايه المعايير اللي هننطلق فيهم النهارده ونصمم بيهم 2025 بالتصميم اللي احنا قلنا عليه. تصميم كتخطيط، وتصميم انه ازاي اكمل برغم كل العوائق اللي بتحصل قدام. ودايما كده كنت احب قوي في السنين اللي فاتت دي كلها، كل سنه جديده احط لها اسم، عنوان. يعني مثلا عامل سعاده، عامل فتح، عامل انجازات، عامل ايا كان. وكنت بسال نفسي، هل السنه دي، بما احنا دايما كده مع نهايه كل سنه وبدايه كل سنه بتبقى نقول ايه، فرصه بقى جديده وبدايه جديده، هل نقدر نسمي ده عامل حظ؟ احنا بنحب قوي دايما فكره الحظ دي. فهل نقدر نقول عامل حظ، يعني كل حاجه حلوه نبقى محظوظين انها تحصل؟ وهنا في حاجه مهمه قوي، كنت بدردش لسه مع ناس امبارح في سيشن صغنطوطه كده، يعني مجموعه من الناس، وكنت بقول انه الحظ ليه تعريف عميق جدا جدا، ولكن جيد جدا. بيقول ايه بقى؟ ان الحظ هو فرصه تم الاستعداد لها جيدا. يعني ما فيش حاجه اسمها حظ بشكل مطلق، عباد صغير. انه حد محظوظ يعني ده معاه فلوس عشان هو محظوظ، ده مبسوط في حياته عشان هو محظوظ، ده جسمه حلو عشان هو محظوظ، هي محافظة على رشاقتها عشان هي محظوظة. الحقيقة أن الحظ هو فرصة تم الاستعداد لها جيدا، وبناء عليه عشان أسمي السنة دي عام الحظ، ويكون بقى كل واحد في الحظ اللي هو عايزه، يبقى محتاج إنه يستعد جيدا عشان لما تيجي الفرصة يقتنصها. فاحنا عايزين نبقى كده جاهزين لاقتناص الفرصة، زي اي حد كده. عارفين لما تبقى انت عارف ان هيبقى عند حد معين بيعمل ديسكاونتس معينه في وقت معين. فانا عارف ان في شهر 12 مثلا الشركه الفلانيه بتعمل ديسكاونتس، فانا قاعد ومركز ومحضر فلوسي ومحضر الايتمز اللي انا عايزها، او ولا على امازون ولا اي حاجه من الحاجات دي، حاططها في الكارت العربيه بتاعت المشتريات دي، وانا مجهز ومحوش، واول ما تيجي الفرصه انا هنتهز. تبقى انت شخصيه محظوظه انك ايه، لحقت الاوفر. فاحنا عايزين نعمل كده، عايزين نكون مستعدين استعداد جيد للسنه الجديده، ونبقى عارفين احنا عايزين نوصل لايه، ونطلع من هذه السنه بايه. وبالتالي زي ما محمد كان بيقول بقى كده، ان التصميم انك متخيل شكل اللي انت عايز توصل له، وتشوف هل هو ده اللي انا عايز اوصل له فعلا ولا لا. مش نخلص. احنا عاده بنعمل ايه؟ تخلص السنه ونقعد نقيم السنه، اه والله كانت سنه مش حلوه او كانت سنه حلوه او كذا. فبنقيم اللي حصل بغض النظر احنا كنا عايزينه يحصل ولا لا. لا، احنا السنه دي عايزين نعمل حاجه مختلفه، احنا عايزين نعمل اللي احنا عايزين نعمله.
فاحنا بيقول لك كده مشكلتنا في حاجات كتير قوي ان احنا نيجي عندنا ايه، تعالوا نشوف احنا عندنا ايه في الجدول بتاعنا. اللي عايز اعمله تعالى نحط ايه، نجد الاولويات في الجدول بتاعنا. تدور يقول لك كده prioritize your schedule. فانت عندك جدول حاطط فيه اعمال معينه، طب ايه الاولويات بتاعت الجدول ده؟ هعمل واحد واثنين وثلاثه. والصح انك تعمل ايه بقى؟ انك تجدول الاولويات بتاعتك. حد فاهم الفرق؟ مش تقول الاولويات اللي موجوده انت قدام حاجات فرضت عليك وانت عمال ترتبهم كده من الاهم الى الاقل اهميه. لا، ده انا عايز انا اللي احط الاولوياتي هي اللي في جدول. يعني من الاخر ما اسيبش الحياه هي اللي بتجرني لحاجات معينه وعايز اصارع الوقت ان انا اعملها. لا، انا عايز اكون انا واقف كده بره، باصص كده من فوق كده هليكوبتر فيو كده، واقول انا عايز اعمل ايه وامشي في. طب كله هيتعمل؟ اكيد لا. زي اي حاجه، زي اي شركه، زي اي حاجه بنحط تارجت بتجيب 80% من التارجت، مرضي قوي بال 80%، 70%، 50%. حط تارجت معين ونحاول نوصل له. ونيجي من جزء الاستعداد زي ما اتفقنا كده عشان نكون سنة الحظ، ان احنا نبدأ بتصميم على تصميم لسنة 2025 والتصميم على أهدافنا في 2025. طيب هنعمل ايه في الخطوات اللي جايه؟ هنبدا الاول بحاجتين هنعملهم ليهم علاقه بالسنه اللي فاتت، وبعدين هنبتدي نمشي خطوات عمليه جدا للحاجات في السنه الجايه. احنا بدانا اول حاجه ايه عشان لسه داخل؟ احنا بدانا قلنا عايزين نعمل تصميم، والتصميم اي تصميم في الدنيا قلنا خلاص ليه اهميه التصميم ده؟ عشان زي ما كان يحيى لسه بيقول ان انا لما ابدا سنه جديده انا اللي اقود السنه، ما تبقاش هي اللي بتقودني. الحاجة التانية ايه المعايير اللي هعمل عليها التصميم ده؟ ايه السبيكس، ايه الستاندردز؟ قلنا على حاجات ليها علاقة بغذاء الروح، وحاجات ليها علاقة بغذاء العقل، وحاجات ليها علاقة بغذاء الجسد، وحاجات ليها علاقة بغذاء المشاعر او الغذاء العاطفي. طيب ايه الحاجتين اللي هنعملهم ليهم علاقة بالسنة اللي فاتت؟ اول حاجة ليها علاقة بالسنة اللي فاتت ان تبدأ تمتن للسنة اللي فاتت. برغم ايه؟ برغم الاوجاع اللي في السنة اللي فاتت، برغم الأحزان، برغم الأحداث اللي ما كنتش راضي عنها. بس ليه هقول لك تبدأ إن أنت ممتن للسنة اللي فاتت؟ لأنه العقلية اللي بنبدأ بيها السنة دي، إنه اللي حصل ده أنا عارف إن هو كان صعب وبيوجع وكل الكلام ده كله، بس إن أنا رافض السنة اللي فاتت وبالتالي داخل السنة دي وأنا عايز كل حاجة عكس اللي فاتت، بتخلي كأنه في مقاومة وعدم استقبال أحداث كتيرة بتحصل أو دروس أتعلمها من السنة اللي فاتت. لأنه في الآخر يعني دي الخطوة التانية، إن كل حاجة حصلت السنه اللي فاتت انا ممكن اطلع منها بدروس. مفيش حاجه اسمها حاجه وحشه 100%، ومفيش حاجه حلوه 100%. يعني اي حاجه حلوه حصلت السنه اللي فاتت هتلاقي فيها شويه دارك سايد كده، شويه مساوئ. واي حاجه وحشه هتلاقي فيها حاجه حلوه، ودي سنه الحياه. ليه تمتن للسنه؟ عشان تبقى بتظلم نفسك وبتظلم الحياه وبتظلم الاقدار لو شايفها سنه كانت مظلمه. وبما انك النهارده اي حد من ال 200 شخص اللي قاعدين دلوقتي، بما انك قاعد القعده دي دلوقتي، فانت في نعمه كبيره. انت ايا كان بقى داخل منين، داخل بموبايل، داخل بكمبيوتر، داخل باي حاجه، ده انت مرضي قوي. ليه مرضي قوي؟ عارفين كلمه اشمعنى اللي بنقعد نقولها؟ هو اشمعنى فلان، اشمعنى فلان مروق ومبسوط، اشمعنى فلان عنده فلوس؟ بس عمرك فكرت في فكره اشمعنى بالعكس؟ اشمعنى انت اللي عايش في بيت ليه سقف؟ واشمعنى انت اللي حاسس بامان؟ يعني ليه انت مش انت اللي مش في الحرب ده؟ انت اللي مش بيترمي عليك قنابل و... و... وخايف تعيش لحظه؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى انت وانت اللي ماشي في الطريق كده وانت ماشي جرب كل يوم هتلاقي اللي واقف والكاوتش بتاعه ضرب، واللي عمل حادثه، واللي متشعلق في مواصلات ومش لاقي مواصلات تروحه؟ اشمعنى انت؟ فاشمعنى انت دي عقليه تبدا بيها السنه الجديده وتبص بيها على السنه اللي فاتت، ان انت الحلو في السنه اللي فاتت اكتر بكتير من الوحش. ولو دورت كده بالورقه والقلم هتلاقي الكلام ده. فمش بس تسال اشمعنى انا اللي ما حصليش السنه اللي فاتت، اسال نفسك اشمعنى انا اللي ربنا اكرمني في حاجات كتير قوي، وتبدا بهذه العقليه للسنه اللي فاتت وتبدا بيها للسنه الجايه. ليه بقول كده؟
عشان مش هنعرف نخش على الخطوه الثانيه، وهي فكره اتعلمت ايه من السنه الثانيه الجديده، سوري، من السنه اللي فاتت، لو انا ما كنتش ممتن ليه، لو انا غضبان عليها مش عارف ابص لها بصه انه اشوف اتعلمت ايه. اول خطوه بص للسنه اللي فاتت وشوف كان ايه كويس فيها. وانا هقترح عليكم دلوقتي حاجات نعملها امتن بيها. اولا قسم الامتنان لثلاث حاجات. ممتن لاشخاص معينين، قد يكون شخص علمك حاجه، قد يكون شخص احسن اليك بطريقه معينه، قد يكون شخص وقف جنبك في الموضوع. فعندنا كده ايه شويه ليست من الامتنان ناس ممتن ليه، وده بيحسسك احساس حلو قوي، بيحسسك ان انا في حياتي علاقات جيده. ممكن يكون حتى مديرك في الشغل، ممكن يكون باباك او مامتك او اي حد، ممكن يكون حد من اصحابك، ممكن يكون حد ما تعرفوش خالص اتعلمت حاجه منه على السوشيال ميديا، ولا حضرت له محاضره، ولا ايا كان. فعندنا كده ناس صف امتنان للاشخاص. ممتن لمين في حياتك؟ ويا سلام بقى لو بعت له او بعت لها مسج ان انا ممتن ان انا اتعلمت منك. الحاجات دي على فكره بتقوي العلاقات جدا، وانت بتكون مبسوط حتى على فكره لو وهو ان شاء الله لو ما شافش المسج خالص. انا ممتن ليك انك عملت لي كذا، عبرت عن احساس امتنانك ده لوحده، علميا هيفرق معاك جدا جدا. فانا كده ممتن لاشخاص. ثم ممتن لنفسك، ودي نقطه مهمه قوي. انت عملت حاجات حلوه السنه اللي فاتت مليون في الميه. قد يكون ممتن لنفسك ان انت اتعلمت حاجه معينه، اديت لنفسك الفرصه انك تتعلم حاجه معينه. ممتن لنفسك انك وقفت حاجه مش صحيه كنت بتعملها. ممتن لنفسك انك حسنت في نفسك في حاجه. ممتن لنفسك ايا كان، انك سمحت لنفسك انك تبقى ضعيف في لحظات، انك وقفت بعد المشكله الفلانيه، انك كملت بعد ظرف كبير حصل في حياتك. ثم ممتن، ده كده الصف الثاني. الصف الثالث انت ممتن لربنا، من اول الحاجات البسيطه اللي هي يوميه الى الحاجات الكبيره اللي هي بقى ايه، دعوه انت دعيت بيها واتحققت، حاجه كانت مشكله كبيره واتحلت، او حاجه كنت خايف منها وما حصلتش. ممتن لايه؟ فده اول جزء في الامتنان. وهقول لكم على حاجه تانية كمان. افتكر الاحداث الحلوه. انا كده ايدي الحاجات اللي هي العمليه، عند كل نقطه هنحاول نقول لكم ايه شويه حاجات عمليه. افتكر كده في كل شهر، وانا بعمل كده افتح موبايلي الالبوم بتاع الصور، او لو حد بيكتب نوتس او ايا كان، في شهر يناير كان ايه الحلو اللي حصل. اه والله ده كان في مقابله فلان الفلاني وكانت قاعده حلوه، حد من اصحابي او اي حاجه، او كان في الترقيه الفلانيه، او كان فلوس معينه يعني جات لي زياده، او ان قابلت شخص معين في حياتي. كل شهر دور على الحاجه الحلوه اللي فيه. طب لو لقيت حاجه وحشه، وده طبيعي، ممتن انها خلصت. كنت الشهر ده حالتي النفسيه وحشه جدا جدا والحمد لله بقيت كويس وزي الفل. كنت صحتي مش عارف فيها ايه ودلوقتي بقيت زي الفل. كنت خايف من موضوع فلاني وعدى. فدور دور دايما على الشيء اللي يخليك ممتن للسنة بكل أحداثها. ثم نبدأ في حتة تانية. ماذا تعلمت؟ ايه الدروس اللي انت اتعلمتها من السنة اللي فاتت؟ يعني كل واحد فينا عنده بقى من اول بقى 15 20 30 31 40 سنة، انت عندك رصيد من الخبرات. لو وقفت عند كل سنة انت هتبقى واحد تاني. مشكلتنا ان احنا على فكره ما بنتعلمش من المواقف اللي بتحصل لنا. يعني زي ما محمد كان بيقول، لو انت مش ممتن ليها، مش مركز ليها، بتنظر ليها نظره ايجابيه او على الاقل نظره معتدله، مش هتشوف علمتك ايه. وبالتالي ممكن ما تبقاش خدت فيها منها الا الالم، فتحول الالم ده الى درس مستفاد، فتلاقي نفسك اتعلمت كتير. ممكن حد يتعلم ايه؟ ممكن تتعلم من السنه اللي فاتت ان كله بيعدي، مفيش حاجه وقفت. يعني مفيش حاجه بنيجي عند حدث معين وقفت. مهما كان الحدث كبير، مهما كان لسه تحمل ليه مشاعر، بس كملت الحياه، كملنا، ما وقفناش، ما عطلناش. آه، ممكن تفتكر انه قابلت شخص معين خلالك
يعني يسكن كده في قلبك كلمة إن الدنيا لسه بخير. فتعلمت من السنة اللي فاتت إن الدنيا لسه بخير عشان شخص واحد كان جاي معايا. واتعلمت ايه عن نفسك؟ هتلاقي نفسك اتعلمت عنها حاجات كتير سواء حلوه او وحشه. اتعلمت ان انا شخصيه متسرعه، اتعلمت ان انا شخصيه جدعه، اتعلمت ان انا شخصيه بتحب تاخد وقت، اتعلمت ان انا شخصيه محتاجه بيئه جيده عشان تنجح. اتعلمت عن نفسك حاجه، فلازم تسال نفسك اتعلمت ايه، لان اكنه دي ايه، دي داتا، دي معلومات هبدا بيها تصميم السنه الجديده. فكانه برضو الفكر بتاع الديزاين ده، بتاع التصميم، محدش بيبدا ايه يعيد اختراع العجله. لما يجي النهارده يعمل ايفون 16 ما بيقولش نبدا من الاول خالص، بيقول لك احنا كنا واقفين فين وايه المعلومات اللي عندنا ونبدا من اخر نقطه. فانت كمان عندك كده، عندك رصيد كبير قوي من المعرفه عن نفسك ومن التجارب في الحياه اللي ممكن تستخدمها عشان تبني السنه الجديده. وبعض الحاجات اللي بحب يعني يا ريت لو حد كده يكتب لنا في الشات كده جمل اتعلمها، يعني جملة أو مبدأ في الحياة اتعلمته السنة دي هي 2024. واحنا بنتكلم كده ايه يعني، ابداوا اكتبوا يعني الكلام ده. أحيانا تتعلم درس كده بجملة ربنا يسمعها لك كده، جملة معينة هي سمعتها ده بقى كونسبت في الحياة عندي، بقى مبدأ عندي في الحياة. آه، ف... أنا فاكر مرة كانت يعني إيه، من الجمل اللي أنا كده، أو مش جمل، ما كانش جملة سمعتها ولكن كان كونكلوجن طلعت بيها. قلت مرة إنه لا تنبهر بكل ما هو براق وبراق. براق بمعنى بيبرق. أحيانا حاجات كتير جدا في الحياة نشوفها كده بتبرق وبراقة جدا، تخليك تنبهر وهي مش كده خالص. زي الحياة على السوشيال ميديا كده، براقة جدا في كثير من الأحيان لكن هي مش كده. الناس مفيش حد طول الوقت مبسوط، ومحدش بيصور خيبته على السوشيال ميديا. فيعني اي حد فينا، انت ممكن يكون النهارده كان عندك مصيبه محدش يعرف عنك حاجه، بكره عندك فرح انت هتنزل انك ده فرح. فلا تنخدع انه بالاشياء البراقه. والجزء الثاني بكلمه براق اللي هي برضه التوريه، زي ما بنحب دايما نعمل كده، ان حاجه بره ايديك. حاجه بره ايديك دي مشكله. احيانا احنا عشان من كتر ما الحاجات اللي هي بره ايدينا دي هي دي بتبقى اكتر حاجه هتجننا، فنبقى شاغلين دماغنا بيها. والعكس صحيح، ده انت المفروض تشغل دماغك باللي في ايدك ومالكش دعوه باللي براك. في شويه جمل كده. عظيمه. عقليه ما استطعت، حلو قوي انك تعمل اللي عليك. حد بيقول خطه ربنا دايما مبهره. حد بيقول انه الابتلاءات والعثرات نعمة وفرصة لبداية جديدة. عظيم. مش لازم يا ابيض يا اسود. حلو قوي. ما يدرك كله لا يترك كله، حلو. ان الرضا آه، لمن يرضى، كلام كتير حلو. انا هقول لكم جمله لسه يعني النهارده، هي دي انا كده الصبح كده ايه سمعتها و... و... وانا بحطها من ابرز الجمل اللي يعتبر اللي اتعلمتها بقى السنه دي. بتقول لك ايه الجمله كان بيقولها يعني احدى التابعين، يقول لك لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك. لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك، يعني ايه؟ يعني ما تتمناش موقف هو ربنا ما حطهولكش فيه دلوقتي، او نفسي كنت ابقى في حاله انا ما كنتش فيها، انا مش فيها دلوقتي. يعني ما تقولش انا نفسي دلوقتي كنت ابقى متجوز. لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك. انت مش عارف انت الان هل انت في حاله نفسيه وماديه وعقليه هتخليك لو قابلت شخص كويس تحافظ عليه ولا لا. لا تتمنى فلوس معينه تبقى معاك، انت مش عارف انت دلوقتي في حاله وفي وضع هيسمح بالحفاظ على الفلوس دي وتكترها ولا لا. فلا تتمنى مشهد انت مش موجود فيه دلوقتي. يعني بالاخر اللي انت فيه ده هو انسب شيء ليك. يا لو انا بس كنت في الشتاء ده وعايش بقى قصة حب رائع. لا، انت دلوقتي في الانسب. فانت لو في حد في حياتك فهو ده الانسب، ولو ما فيش حد في حياتك فهو ده الانسب برضه. فدي من احلى الجمل اللي يعني كده سبحان الله جت في اخر السنة خالص. انا شايف انها كل واحد بقى يحاول كده يركز في جملة سمعها، موقف خلاه اتعلم حاجة،
عشان يبقى عنده كده حاجة طالع بيها من السنة. طيب اتفقنا نخش بقى على التصميم. اتعلمنا من السنة اللي فاتت، امتنينا ليها. تعالوا نبدأ في التصميم السنة دي، اللي هنلاقي كل حاجة كده، وانتوا طلعوا بقى معانا نلعب كده شوية. يا إما هتلاقي حاجة ليها علاقة بالتصميم ازاي اخططها في حياتي، يا إما حاجة ليها علاقة بالتصميم ازاي يثبت في حياتي. وهتبقى على محور من الثلاثة، يا إما غذاء للقلب اللي هو الروح يعني، يا إما غذاء للعقل، يا إما غذاء للجسد. هبدأ بقصة و... و... وتعالوا كده نشوف ايه دي انهي نوع من انواع الغذاء. كان في راجل زمان عايش في منطقة، والراجل ده ليه 3 ولاد، 3 أبناء. ولكن أبناء الراجل ده كل واحد فيهم سابه، واللي سافر واللي اتجوز مبقاش يسأل عنه. فأصبح الراجل ده عايش حياته لوحده، يعني هو عايش لوحده. وبعدين بعد فترة الراجل ده تعب ودخل المستشفى. وبعدين فضل فترة في المستشفى ومحدش بيسأل عنه. وكان دايما بيسأل عنه شخص واحد بس، يعني في شخص كده دايما بيروح له ويديله الدواء ويطمن عليه. فالممرضة بتكلم هذا الرجل وبتقول له ابنك والله ده حنين قوي. فعيط الراجل، عيط وقال لها ده مش ابني، وده واحد انا ما اعرفوش وده دايما بيجي يساعدني ويعني كده ايه تطوعا، ده بس ده مش ابني. ايوه. فالممرضة تسأل الراجل التاني بقى اللي بتاعته ده، هو الراجل اللي بيقول ان انت مش ابني، وانت كل يوم بتجيله وبتديله الدواء وبتساعده، انت مين او بتعمل كده ليه؟ فالراجل قال جملة خطيرة جدا، قال لك طعم الحلوى ما زال في فمي. يعني ايه الكلام ده؟ بيحكي الشاب اللي بيساعده ده، بيقول لك اصل انا وانا طفل صغير وكنت ببقى قاعد حزين كده، الراجل الكبير ده كان بيبقى خارج من الجامع ويلاقيني قاعد لوحدي كده، فيديني بونبونايه حلوى، بونبونايه يعني، وكل يوم بيديني ده. ففضلت حاسس بطعم الحلوى دي وفاكر هذا المشهد وممتن ليه. فالنهارده لما لقيت الراجل ده محتاج مساعده، انا رحت ساعدته. طب ساعدته ليه؟ عشان طعم الحلوى ما زال في فمي، البونبونايه اللي كان بيديها لي دي وانا صغير وفرقت معايا وساب لي البصمه دي، لسه لحد النهارده فاكرها. طب انا عايز اقول ايه؟ احنا كده في التصميم بتاع السنه دي، يا ترى انت في حياه الناس لما تقابلهم كده ويفتكروك، بيحسوا بطعم ايه؟ يحسوا بطعم حلوى، يفتكر كده موقف حلو انت عملته له بونبونايه وحلو، ولا مراره، ولا ما يحسش بحاجه؟ يا ترى انت في حياه الناس ايه الاثر اللي سايبه فيه؟ ولقيت ان دي اول حاجه تبداها وتحطها في تصميم السنه الجديده، انك تبتدي تفكر في فعل او صفه الناس تفتكرك بيه. ونيجي في نهايه 2025 انا بقى معروف عني ان انا صفه كويسه او فعل كويس. يا ترى انا ايه؟ انا اللي اخلاقي كويسه، انا الجدع مع الناس، انا المبتسم، انا الطيب، انا المحترم اللي الناس بتقدره، انا الصادق، انا ما بيحكيش الاسرار. ايه الصفه اللي انت هتحطها في تصميم السنه الجايه وتقوم الناس تفتكرك بيه في اخر السنه؟ طب ليه بدات بدي؟ وايه علاقتها اصلا؟ يا ترى احنا في غذاء القلب ولا في غذاء العقل ولا في غذاء الجسد؟ لما حد بيجي له اكتئاب، بيبقى الشخص ده عمل ايه؟ انغلق على نفسه بشده، وبقى يشوف انه العالم كله من بره ضده، ومش شايف هو غير نفسه ومشاكله، وشايف العالم كله كأنه نقطة. فدايما من النصائح اللي بنديها للناس عشان كده يكمل في حياته وعشان يبدع ويطلع حاجات حلوة، اطلع براك، ما تنحصرش في حاجة جواك انت بس. لانه انت لما بتنحصر في شيء جواك انت بس، انت ممكن تزهق، وانت ممكن تمل وممكن تتعب، وده طبيعة الحال. ولكن لما بتربط اللي انت بتعمله بمعنى اكبر،
بقيمه بتضيفها للناس، مش ليها علاقه بيك بس، مش انت بس. انا النهارده تعبان، بس هسأل على فلان ليه؟ عشان انا بعمل حاجه اكبر مني. فاللي هيخليني مكمل النهارده في حياتي مش انا لو عليا اريح واشد البطانيه وانام، ولكن هكمل عشان حد تاني يوم ما انا اتعب. فلو خدت صفه وحطيتها قدام عيني كده وبقيت بعملها للناس، منتهى السعاده اللي هتحس بيها. طب الكلام ده ايه؟ الكلام ده كمان علمي. اتعمل كده اكسبيرمنت في البوستيف سايكولوجي، وطلبوا من مجموعتين حاجتين. يعني جابوا مجموعتين من الطلبه، وفي مجموعه قالوا لهم اقعدوا لمده اسبوعين يعملوا حاجه بتحبوها، والمجموعتين التانيين اعملوا عمل تطوعي. بعد اسبوعين لقوا ان مستوى السعاده في الاثنين زي بعض. لكن لما ابتدوا يدرسوا كمان ويكملوا معاهم لمده شهور، لقوا انه اللي عاملين عمل تطوعي او عاملين حاجه مفيده للناس اسعد بكتير، وكانه الاثر بتاعها بيدوم اكتر بكتير. فاول حاجه تحطها في تصميم 2025، ايه الصفه الحلوه اللي هيفتكرني بيها الناس؟ وده غذاء كبير قوي للروح، تواصل كبير مع نفسي، وممكن اربطها طبعا بعلاقتي بربنا، فمعنى اكبر مني يخليني مكمل في السنه. فده اول حاجه نحطها في التصميم. فكل واحد كده ايه، يكتب عنده ايه الصفه او ايه الفعل اللي الناس تفتكرني بيه، ويبقى كده ايه، لما الناس تفتكر يقول لك طعم الحلوى ما زال في فمي. دي كده اول حاجه. حاجة تانية مهمة جدا جدا هي غذاء فكري للعقل، وهي عقلية مهم جدا أكون داخل بيها السنة. إني داخل السنة الجديدة وأنا مستبشر ومتفائل. متفائل بإيه؟ متفائل إن السنة دي هتكون حلوة، مش متربص. متفائل. كتير قوي نبقى متربصين، وحتى على الشهور وحتى على ايام الاسبوع يقول لك مش عارف اصل ده يوم الثلاث، وده مش عارف سويت نوفمبر، وده. خش السنه الجديده وانت متفائل بغض النظر عن المقدمات، لانه الحقيقه ان الاحداث الكبيره في الحياه، الجواز والترقيه والمناصب الكبيره والعلاقات الحلوه، كل الحاجات دي بتحصل في ثواني وبدون مقدمات. يعني مفيش حاجه معينه اللي هو شكلها جايه او مش جايه، لا. فخش ان انت متفائل ومطمن ان انت اي حاجه حلوه ممكن تحصل جدا، والكلام ده كله في لحظات. وما تبقاش متربص لكل انت مكمل، انت ماشي بخط مستقيم، مش عمال تبص يمين وشمال هتبقى حلوه ولا وحشه، الناس كويسه ولا ناس مؤذيه، وعمال قلقان ومتوتر. انت مكمل على خطى ثابته، وعندك عقليه بتقول لك انه السنه دي فيها خير. فانت هتلاقي نفسك بتعمل ايه؟ بتبحث عن الخير. يعني احنا عايزين نخش السنه الجديده وانا ببحث عن الخير. الخير في الاشخاص، الخير في الاحداث. فانا مركز في ده. وفي حاجه اسمها ريتيكلر اكتيفيتنج سيستم، حاجه كده في السايكولوجي لذيذه جدا جدا، وكلكم تقدروا تفهموها دلوقتي لما هشرحها. لما بتكون كده عايز تجيب موبايل معين، عايز بتدور على شقه معينه، فتلاقي ان كل الفيسبوك بالنسبه لك او كل الاعلانات في الشوارع بتتكلم على بيع الشقق او العربيه او الموبايل، او الناس كلها بقت راكبه نفس العربيه اللي انت بتدور عليها. وهنا طبعا ده مش صدفه، ولا بقى قوه الجاذبيه ومش عارف والطاقه ولا اي حاجه من الحاجات دي. هو انت هنا شغلت حته في دماغك بتلقط الحاجات دي، لان انت قلت ايه لدماغك كده، بعت لها رساله ان هذا الموضوع مهم جدا بالنسبه لي. اسمها كده ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، هي البوابه بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. فانت لما تبقى مركز ان انا متفائل وبدور على الحلو اللي في السنه، انا مركز، انا هشوف هلقطه كده زي ما بلقط العربيه اللي انا نفسي فيها، هلقط الحلو. RES ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. يبقى دي كده جزء من غذاء العقل، هي العقليه الشخص المتفائل. وعايز اقول حته كمان مهمه قوي، انه واحنا ماشيين بنصمم 2025 احنا لازم نبص على كل جوانب الحياة.
يعني مش بصمم هبقى عامل ازاي في الكارير بتاعي في شغلي، لا ده انت في كل حاجه، ده انت في صحتي. عشان كده بقول لك كده، غذاء عقل وفكر وروح وجسد. فانا صحتي ايه اخبارها؟ ايه اللي هتعلم عنه؟ الكارير بتاعي ايه اخباره؟ علاقتي باهلي عامله ازاي؟ علاقتي بربنا عامله ازاي؟ كل جوانب الحياه انا بحط لها تصميم. وجزء تاني من غذاء العقل هو تخيل نهايه 2025. يعني زي النهارده كده في 2025، نفسك تبقى عامل ازاي؟ نفسك تكون محقق ايه؟ عشان كده ده اللي بقولنا في الاول، ان انت لازم تكون انت واقف بتصمم، مش بتقيم. مش بتقيم اللي حصل في السنه. يعني انت سبت السنه حصلت زي ما هي مشيت كده، عربيه عملتها على الدي، هتمشي وتشوف هتقف فين. لا، انا عارف انا عايز اروح فين. طب انا عارف عايز اروح فين ازاي؟ انا من النهارده متخيل نهايه السنه اللي جايه، ونرجع بحاجه اسمها كده ريفرس انجينيرنج، ان انا وصلت لحاجه. طب يلا نرجع بقى بخطوات بالعكس كده. عشان ابقى وصلت لده محتاج اكون عملت ايه؟ عملت كذا. وعشان ابقى عملت كذا محتاج اعمل ايه؟ اكون عملت كذا. عشان ما نبقاش بنقيم السنه، لا احنا مصممين احنا مصممين السنه نوصل بيها لايه. فده كده ايه نقطة كمان في غذاء العقل. الحاجة اللي بعد كده غذاء الجسد. واحنا عاملين زي ايه يا جماعة؟ يعني لو نتخيل كده، لو قلنا الثلاثة كومبوننتس دول، الجسم والعقل والروح، كأنه الجسم هو الجراب او الكفر او الكونتينر اللي بيحمي الروح، والعقل هو الموتور اللي شغال. الجسم لو اللي بره ده باظ، ما بقاش شغال، ما فيش حاجة تبقى شغالة. يعني انت ممكن جدا دماغك هتبقى شغالة بأحسن طريقة، ومعاك فلوس تكسر الدنيا، ومعاك كل المقومات، ولكن صحيا جسديا انت مش قادر. وعندنا فكر خطأ كبير جدا اللي هو ايه؟ ان انا لازم ابقى تعبان. يعني اللي هو عارف اللي هو ايه، متمرمط كده وما نمتش، وبعدين علامة ان انت يعني عملت عندك مشروع بتاع ان انا صحيت 3 الصبح و... ومطبق 4 ايام وبتاع. يعني ليه مطبق؟ يعني تدل على ايه؟ مش صح هذا الفكر. يعني فكرة ان انا ايه، في ناس تحب تعشق المعاناة. يعني اللي هو انا مش نايم، فرحان قوي هو. يعني هو عشان يوريك ان هو انا بقالي يومين ما نمتش. ليه؟ عشان انا عانيت فيبقى انا كده شغال ولا اي حاجة. الحقيقة ان انت ممكن تحقق اللي انت عايز تحققه في حياتك كلها، وتبقى نايم كويس، وتبقى رايق، ومش لازم اللي هو انا متمرمط كده. اه ممكن يعدي عليك يوم او اتنين او ايا كان، والدنيا ضربت منك، مسافر بقى، فرق التوقيت والكلام ده كله، ولكن ما يبقاش العادي بتاعك ان انا مش نايم. جزء اساسي اتحط في تصميم السنه الجايه، انت عايز تنام كام ساعه؟ ومن 6 ل 8. يعني الموضوع مش من مفتوح. 6 ل 8 ساعات. اه 6، مش تنام ساعتين من 6 ل 8. يعني من 6 ل 8 ساعات نوم. ده عظمه العظمه. ومش محتاج اكتر من كده. مش محتاج اكتر من 8 ساعات. عارف في ناس بتحب تنام 12 ساعه، يقول لك انا ما ارتحتش، وتصحى تعبان. ما انت تعبان عشان انت نمت كتير. من 6 ل 8 ساعات حطهم في التصميم. ما تسيبش النوم صدفه. اصل انا صحيت النهارده الساعه 12، اصل انا صحيت الساعه 11، اصل لا، لازم تكون حاطط تصميم يومك كده. انا بصحى الساعه كام؟ فده وبصحى الساعه كام، فببتدي بنام الساعه كام، وبقيت يومي مترتب بناء على ده. فانا عندي اللي يحكمني بصحى الساعه كام وبنام الساعه كام، اكوردنج للستاندردز بتاعت النوم اللي هو من 6 ل 8 ساعات نوم. فواحد للنوم. الحاجه الثانيه في الجزء ده، ما هو الصحة الجسدية عبارة عن يعني نوم وأكل ورياضة. فببساطة اسأل نفسك كل واحدة فيهم سؤال: الأكل اللي أنا باكله ده أخباره إيه؟ أنت حر بقى، يعني شوف عايز تاكل إيه وتعمل إيه حسب الحتة اللي أنت عايزها، بس يبقى برضه ببلان باكل إيه وما باكلش إيه. والحاجة الثالثة الرياضة، إنه يبقى عندي نوع من أنواع الحركة. كل ده ليه؟ كل ده مش عشان الرياضه حلوه، وعشان يعني هي رياضه حلوه وكل حاجه، بس قصدي مش بعملها فور فن. انا عايز احقق اي حاجه في حياتي، مش عارف اعملها من حته. لو الجانب ده واقع مش عارف اعمل اي حاجه. انت محتاج تتحرك. انت محتاج تكون بتتمرن.
انت محتاج تكون بتتمشى، انت محتاج تعمل اي حاجه. يعني ابسط انواع الرياضه هي التمشيه. يعني التمشيه دي من الحاجات، من كلمات السر، الصحه الجسديه والصحه النفسيه. حاجه خطيره. وميزه التمشيه ايه؟ ان التمشيه دي انت ممكن تكون بتعمل معاها حاجه ثانيه. فبتسمع حاجه، بتقرا حاجه، او يعني حاجه شغاله في ودانك، بتعمل، بتذكر ربنا، تعمل مكالمات. بتعمل مكالمة، اي حاجه. التمشيه دي حاجه رائعه جدا، لان انت تقدر معاها تعمل 100 حاجه. وعلى الرغم من انه الكلام في الجزء ده يعني كلام بسيط جدا، يعني كلام يعني اي حد يقوله، الا انه جزء كبير قوي واقع. يعني عادي، ما يقول لك نام كويس، ايه الجديد؟ لا، حطها بقى في التصميم. يعني مش بقول لك ان النوم حاجه، فين تصميم حياتك؟ فين النوم فيه؟ فهي الفكره مش في صعوبتها، هي فكره ان انت ما حطيتش مجهود ان انا اعملها. فدي يعني كل واحد كده ايه مع نفسه يكتب الجزء ده. حاجه كمان عايز اقولها في حته غذاء العقل. احنا اي حاجه بنسمعها، واي حاجه بنشوفها، واي حاجه بتحصل حتى لو من بعد، كل ده بيشكلك. يعني انت مين النهارده؟ لما اجي اقول لك انت مين، انت نتيجه كل اللي انت عمال تسمعه، وكل اللي عمال تشوفه، والناس اللي انت عاملها فولو على السوشيال ميديا، والحاجات اللي بسمعها. ومفيش حاجه اسمها ان انا قاعد انا بس بسمع بيقولوا ايه، انا مش مهتم بس بسمع وخلاص. كل حاجه من اللي انت بتسمعها دي بتتخزن في عقلك الباطن وبتشكل شخصيتك. لو كلام سلبي هيطلع ده، لو توتر هيطلع، لو فساد هيطلع، ولو حاجه عظيمه هتطلع. كل الحاجه اللي انت بتعملها، كل الانبوت اللي بيخش لك ده بيطلع من حته معينه بشكل معين حتى لو بدون وعي. فجزء اساسي تعمله في السنه دي، اعمل لستة الانبوت، المدخلات. مين الناس اللي هتابعها على السوشيال ميديا؟ مين البرامج اللي هسمعها؟ مين الكتب اللي هقراها؟ مين الانبوت؟ ايه الانبوت بتاعي؟ وفي نفس الوقت ابتدي شوف هطلعها في ايه. طلعها في ايه؟ مش ان انا هاخد الكلام ده اقوله، لكن هطلعها في ايه؟ في علاقاتي. عايز احط يعني الكلام دوت هطلعه اطبقه في علاقاتي. هل الكلام ده هطبقه في شغلي؟ فانا عندي اكنه انبوت واوتبوت. ايه هدخل ايه في دماغي؟ مين الناس، مين الناس اللي انا اللي هيدخلوا لي معلومات، ايا كان نوع المعلومات دي، نفسيه، دينيه، في الشغل، في ايا كان، وهخرجها فين؟ ده لازم يكون في تصميم حياتك، عشان جزء بتاع غذاء العقل. ده كده ايه جزء تاني. في جزء مهم جدا، اللي هو ان انا بالبلدي كده عايز اقول ايه، سنه تقفيل المواضيع. يعني ايه؟ ما تفضلش سنه بعد سنه شايل موضوع وحوار على كتفك ومكمل بيه. زي ايه؟ يعني مثلا عندي مشكله صحيه، مثلا حاجه، ظهري بيوجعني، رقبتي بتوجعني، سناني وجعاني، اي حاجه مهما كانت بس حاول ان انت، لا، قفل المواضيع. موضوع مفتوح، لا، اقفله. بقالي سنه مش عارف اموف اون من علاقه كنت فيها. بعد طلاق، بعد فركشه خطوبه، بعد اي حاجه، عندي مشكله. لا لا، ما تقعدش اكتر من سنه. كتير سنه قوي. محتاج تطلب مساعده من حد، تروح لكوتش. يعني شوف ايه الحاجه المناسبه ليك. ان انا محتاج ما افضلش فاتح المواضيع، اقفل المواضيع. عندي حاجه معلومه في الدين مش عارف ده حلال ولا حرام، حاجه في فلوسي، حاجه في علاقاتي، حاجه. انت ليه بقالك سنه سايب نفسك كده، وحاسس ان في موضوع شاغل بالك وعامل لك دوشه في دماغك؟ شوف دار الافتاء المصريه واسالهم ده حلال ولا حرام. روح لحد مختص في العلاقات لو عندك مشكله في العلاقات. روح لحد مختص في الكارير بتاعك لو عندك مشكله في الكارير بتاعك. قفل المواضيع. ايه الموضوع اللي انت ماشي بيه بقالك كذا سنه ولا كذا شهر وهو مش مستاهل كل ده؟ ف خليها كده سنه تقفيل المواضيع، لانه دي احمال زايده انت ماشي بيها كل سنه. عارف انت زي كده لما كده يكون ربنا كرمك وبتنزل لبس صيفي ولا لبس شتوي، وكل سنه اطلع نفس اللبس وارجعه تاني. انت حمل زايد، وفي ناس اولى بيه. فانت ما تفضلش رايح راجع كل سنه بنفس المواضيع وهي ما اتقفلتش. لا، شد خط سنه تقفيل المواضيع. عندي حوار مفتوح لازم اقفله. طب مش عارف اقفله لوحدي، اروح لحد. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعطل جدا.
وتخلصها مريح جدا لو عملت كده، وبتقلل قوي الاسترسز اللي بنسميها unfinished business كده، موضوع معلق في دماغي مهما كان صغير. على فكره احيانا يكون ان انا ارتب دولابي، ان انا ارتب مش عارف ايه اللي في الاوضه عندي، مواضيع عالقه بتؤدي الى الاسترس بقوه شديده. آه طيب نقول ايه تاني؟ نقول بقى فكره الاول نراجع معاكم على فكره التصميم ل 2025، ثم نخش على الجزء ازاي افضل مصمم على اهدافي، وازاي ما اقعش في نص السنه وافضل مكمل. تاني طيب احنا قلنا ايه احنا قلنا عندنا 3 محاور: غذاء الروح والعقل والجسد، وكل ده بيجيب مشاعر ايجابيه. فقلنا اول حاجه هتبدا بيها التصميم اللي هي صفه جيده او فعل جيد يفتكرني بيه الناس، ويبقى طلعت برايا ومش منغلق على نفسي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه قلناها في غذاء العقل. كانت ليها علاقه بفكره الانبوت والاوتبوت، هتسمع ايه وهتخرج ايه. ايه تاني في غذاء العقل قلناه؟ قلنا عقليه المتفائل، وقلنا برضو معانا فكره كده في دماغنا، فكره ان الحظ هو الاستعداد الجيد. فانا ماشي مستعد، دي عقليه برضو ماشي بيها. واتكلمنا ان انا هشوف عشان بنعمل ديزاين، قلنا هشوف مش عايز اختراع العجل، انا وقفت فين السنه اللي فاتت واتعلمت ايه. فالدروس المستفاده من السنه اللي فاتت انا مكمل بيها مع الامتنان للاحداث. طبعا الحاجات الحلوه طبعا ممتن ليها ومبسوط. ليه؟ اعاده تدوير المشاعر الايجابيه. يعني انا لما افتكر ان انا كان في سفريه حلوه في شهر فلاني، انا هعيد يعني المشاعر الايجابيه هتتم كاني بعمل ريسايكلينج كده، فاحس او بداخل السنه بمشاعر ايجابيه. ودور على الجمل والحاجات اللي اتعلمتها من السنه اللي فاتت. واتفقنا ان احنا طول ما احنا ماشيين احنا ما بندورش على جانب واحد، احنا بندور على كل الجوانب. مهما كان نجاحك في جانب واحد من الحياه ده مش كفايه، مش لازم تكون كله 100%، ولكن بص على الجوانب المختلفه: علاقاتك مع الناس، علاقاتك مع اهلك، علاقتك بربنا، نجاحاتك في الكارير بتاعك، في صحتك. وده قلنا عشان كده نفس الفكره بتاعت غذاء العقل والجسد والروح. عايز اضيف حاجه كمان. احنا قلنا خلاص غذاء الجسد، قلنا كل واحد بس يصمم هنام كام ساعه، ايه الحركه اللي هعملها، ايه التمرين اللي هعمله، ايه الحاجه الجسديه اللي فيها حركه، مشي بقى، جري، جيم، ضغط، اي حاجه، النوم والرياضه والاكل. عايز اضيف حاجه كمان في جزء بتاع غذاء الروح. احنا قلنا جزء ان انا بعمل خير او بعمل حاجه للناس، لكن جزء تاني مهم قوي في غذاء الروح والناس بتغفل عنه. فكره ان ابني، وممكن تستغربوا من الجمله شويه كده، محتاج ابني علاقه امنه مع ربنا. لانه كتير لما بيجي نسمع المشاكل والناس بتحكي لنا مشاكل كتيره، كانوا الناس بيحصل لها هزه في الحته دي. انا كنت عمال ادعي وما حصلش حاجه، وكنت قريب والحياه باظت في وشي، وكنت مش عارف بعمل ايه وبعدين اتغيرت. وفكره بناء هذه العلاقه الامنه، اي علاقه في الدنيا عايز تبنيها مع حد، عايز تقرب مع حد، محتاج تستثمر فيها، تعمل ايداع في هذه العلاقه. طب بعمل ايداع في العلاقه دي ايه؟ حتى في العلاقات نتكلم كده: هو اللي انا بحبه ده بيحب ايه؟ سهله، هدور هعرف هو بيحب ايه واستثمر في ده. واللي بيحب حد بيعرف عنه المعرفه، لانه اغلب المشاكل اللي برضه لما بتتبعت لنا هي قله فهم، قله معلومات. انا ما اعرفش، انا مش عارف ربنا كويس، فمحتاج ابني العلاقه دي. طب ليه بقول لك ابني العلاقه دي في الجزء بتاع غذاء الروح؟ لانه محتاج يبقى في حياتي في علاقه ثابته، في عمود ثابت. لانه هي الحياه، مفيش حاجه في الحياه بتدوم، يعني كل حاجه بتروح وتيجي ومهزوزه كده. محتاج يبقى في عندي علاقه على الاقل واحده ثابته ما بتتحركش. فتيجي منين؟ معرفه واستثمار مجهود ان انا اشوف اللي انا عايز اقوي علاقتي بيه ربنا بيحب ايه واتعلم عنه. فيبقى عندك كده ايه، حاجه انت كاتبها في التصميم بتاع حياتك: انا بعمل دي صدقات بقى، مش عارف صلوات، يعني اعمل اللي تعمله.
ولكن عندي حاجه معينه انا بستثمر في العلاقه دي، يجي في اخر 2025 انا استثمرت في هذه العلاقه، انا عملت حاجه مختلفه، فالعلاقه دي بتسندني في حاجات كتير. طيب تعالوا بقى نخش على الجزء بتاع التصميم، اللي هو ازاي اصمم، ازاي اكمل رغم كل المعوقات اللي ممكن تقابلني. لانه الطبيعي ان انا بعد ما عملنا التصميم ده وزي الفل والحمد لله وكتبت الورقه، اجي شهر يناير حصلت حاجه ضربت لي كل اللي انا عملته ده. فمحتاج يبقى عندي شويه مهارات كده، انا اقول لكم سريعا كده هنت اند تيبس كده اعملها تخليني اصمم على الموضوع ده. اول حاجه انه ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني مش ابيض اسود، يعني مش انا يا اما قفلت السنه وعملت كل اللي نفسي فيه، يا اما انا ما عملتش اي حاجه، يا اما الخطه مشيت على اللي انا عايزه بالظبط، يا اما بلاها. ده انا بقول لك مليون في الميه من الخطه اللي انت عاملها دي مش هتمشي. طب ما تعملهاش، لا اعملها، بس انا بتمسك باللي اقدر اعمله منها، لانه في ظروف تانية هتخش. فلازم افكر نفسي كده. اول حاجه تخليك مكمل، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ايه الجانب اللي باظ ده؟ طب والباقي اخباره ايه؟ ما انا عندي حاجات تانية كويسه. آه آه عندي مشكله كبيره قوي هنا، لو انهارت واتوترت وسبت كل حاجه، يبقى انا الدنيا باظت، يبقى انا الحياه بايظه، يبقى انا شخصيه فاشله، يبقى انا مش عارف ايه، ولا هتعمل اي حاجه، مع انه ما عندكش حاجه كبيره في بقيه الجوانب التانيه. وهي دي الحياه، ان انا عندي جانب واقع فاحصر مشكلتي فيه، وعندي جوانب تانيه شغاله. عمرها ما بتحصل انت تلاقي كل الجوانب ضربت مره واحده. وبعدين مش لازم تركز انك تصلح الجوانب كلها مره واحده. يعني انت مشكلتك الكبيره فين؟ اهي، طب دي اللي شغال عليها، طب الباقي عندي مشاكل فيه، اهلا وسهلا، بس بتدور. احسن حد كده بيجي ايه، احنا سنه جديده ومن اول يناير هبطل السجاير واشيل حديد وكل ده. اعمل حاجه واحده، ايه الحاجه اللي انا مركز فيها؟ فما تخليش اي مشكله تحصل لك تجتاح حياتك، وفكر نفسك انه ما لا يدرك كله لا يترك كله، مش ابيض يا اسود. دي اول حاجه او اول عقليه ابدا بيها السنه الجديده، عشان افضل مصمم ومكمل على اللي انا الخطه ده. تاني حاجة، اعرف ان الحياة ماراثون مش سبرنت. عارفين الماراثون؟ ايه الماراثون ده؟ بنجري مسافات طويلة جدا والمفروض احنا في سباق، يعني اللي بيوصل الاول هو اللي بيكسب. بس ليه في الماراثون ماشيين ببطء شديد، وكل ما الانسان عارف الخطوات الثابته هو ده اللي بيوصل. يعني هو ممكن يجري صح، بدأنا السباق ده هو طويل جدا لانه ماراثون، فيبقى ماشي وبخطوات بسيطه جدا. وحد تاني اللي هيجري سبرنت خلاص هيتعب، مش هيقدر يكمل. فمعنى الكلام ايه؟ امشي بخطوات صغيره ثابته، مش تجيب اخرك في اي حاجه. كل حاجه كده على فكره. العلاقات، ما تموتش نفسك عطاء وبعد كده تلاقي نفسك خلصت بعد اول شهر شهرين. انا ما فيش حاجه اديها. في الشغل بسهر كل يوم لحد 12 ساعه، وبعد اول شهرين انا مش قادر اشتغل تاني، انا عايز اجازه. فخطوات صغيره ولكن ثابته. نفس الكلام في 2025، حاجه صغيره في كل حاجه، بس انا مكمل. افتكر كده، ماراثون مش سبرنت، ما تجيبش اخرك، ولكن عادات صغيره مواظب عليها. في كل حاجه، في الاكل حاجات صغيره، في النوم كذا. كل حاجه من الجوانب اللي احنا اتفقنا عليها دي بشكل معتدل جدا ببسيط جدا يسمح ليك ان انت تدوم في هذا الفعل ده. كده تاني حاجه، ان احنا ايه، ماراثون مش سبرنت. الحاجه الثالثه، جمله كده كنت عمال افكر فيها وقلتها، ايه هي؟ ان كنت لا تستطيع منع اخطائك فزاحمها. ان كنت لا تستطيع منع اخطائك فزاحمها. يعني ايه؟ احنا بطبيعه الحال عمرنا ما هنقدر نمشي 100% صح. هتقع بقى في حاجات، كل بلان حطيت هاكل ايه، وحطيت هشرب ايه، وحطيت هنام كام ساعه، وايه الصح وايه الغلط. مش هعرف التزم ده 100%، ومش هقدر امنع اخطاء. بس يعني ايه زاحمها؟ في كل جوانب من الجوانب لما تعمل فيها اخطاء او حاجات عكس اللي انت كنت عايزه،
ما تستسلمش، نفس الفكره شبه اللي فاتت دي اللي هي بتاعت ما تخليش يحصل اجتياح لكن زاحمها. يعني ايه؟ والله انا حاطط نظام اكل معين وملتزم بيه، عكيت النهارده، بكره موت نفسي رياضه. مش انت اكلت وكالوريز كتير، بكره تموت نفسك في الجيم وفضل احرق. زحمت الاكل اللي انا اكلته ده برياضه. قلت في علاقتي مع ربنا هعمل واحد اتنين تلاته وزي الفل وتمام التمام، قمت عامل ذنوب ولا عامل معاصي. ازاحمها بخير بقى، بصدقات، باستغفار، بايا كان. مزاحمه. فكره المزاحمه فكره مهمه قوي، ان انا رابط كل حاجه وحشه هتحصل بحاجه جيده اقدر اصلح بيها. ما يبقاش ما سيبش لنفسي المساحه ان انا لا ده المشكله فيا، ده انا عندي عيوب ما تتصلحش. لا، هزاحم الموضوع. عملت خطأ في حق حد، هعتذر. فكأني مع كل الاحتمالات، وانت عارف نفسك، يعني كل واحد عارف نفسه ايه الحاجات اللي انا بقع فيها. عارفين فكره ايه؟ يعني ايه اتبع السيئه بالحسنه تمحوها؟ نفس الفكره كده. عملت حاجه غلط، ايه اللي هظبطها ازاي؟ دي ايه عكسها؟ فبقى عندي مؤشر ومتقبل جدا جدا فكره ان انا ممكن اغلط، مش اللي هو معناه ان انا وحش ما مشيتش على البلان. طب هزاحمها بايه؟ وحتى في السايكولوجي كده يقول لك مثلا في الريليشن شيبس ان قدام كل حاجه سيئه 5 حاجات جيده عشان تحافظ على علاقتك باي شخص. ففكره المزاحمه. ويجي يقول لك حتى كده في الايموشنز، في المشاعر، انه كل شعور سيء قدامه 3 مشاعر جيده عشان تمحي الشعور ده. يعني انا حسيت احساس وحش، محتاج احس 3 احاسيس حلوه عشان امحو الشعور السيء ده. ففكره المزاحمه. طيب حاجه كمان كده ايه في الختام كده نقولها في حته برضو التصميم. مبدأ مبدأ بيشتتنا كتير قوي. فكره الالتفات الكتير، المقارنات اللي بنعملها في الحياه. مبدأ بسيط، انه الملتفت لا يصل. الشخص اللي بيفضل ماشي في حياته وعمال يبص على اللي حواليه يمينه وشماله، وعمال يبص على الماضي بتاعه، وعمال يبص الناس بتعمل ايه والناس ناوية على ايه، ومين بيدبر لي ايه ومين قال ايه عني فهيتقرب لمديري، ومين من اصحابي اتكلم عليا. الملتفت لا يصل. عايز تنجح في الحياة، انت كده قطر ماشي، واللي عايز يركب معاك يركب، واللي هيقع هيقع، مش معنى كده انا مش واخد بالي من الناس ولا اي حاجه. لا، انت مكمل، وانا مكمل، انا باصص على قدام، مش عمال التفت. تخيل انت ماشي في سباق، ولا السبرنت ده اللي كان يحيى بيتكلم عليه، ولا الماراثون، وعمال باصص لورا. يعني انت ماشي كده وعمال تشوف اللي وراك اخبارهم ايه، ولا هيحصل حاجه. وتبقى عارف انه وانت مركز كده الناس مش هتفرق معاك في حاجه. ولو اجتمع الناس على ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله عليك. يعني مفيش حاجه تحصل غير اللي ربنا كاتبها، ومفيش حاجه محدش يقدر يعمل لك حاجه. فانت مركز، انت ليه مركز مع الناس؟ انت ليه مركز مع مين قال ايه؟ ليه مركز مع مع القيل والقال وكل واحد بيعمل ايه؟ فافتكر، عايز تصمم وتقدر مكمل، ان الملتفت لا يصل. فلا تلتفت لكلام الناس ولا مين بيعمل ايه، ولكن مركز لو انت محدد اهدافك، مركز انك تحقق. الحاجه كمان اللي عايز اقولها، اللي تخليك مصمم ومكمل، اعمل دايما 1% فوق 100%. يعني انت جبت اخرك في موضوع، معلش اديها خطوه صغيره كمان، 1%، 1% بس كمان تفرق معاك قوي. ليه؟ احيانا بتبقى على بعد خطوه، انت مش شايف خط النهايه. انت مش شايف خط النهايه، مش شايف ان المحاوله الاخيره دي كمان هي هتجيب نتيجه. بس طبعا ما تبقاش ما تفهمش كلامي غلط، ان انت عمال نفس الموضوع بتخبط راسك في الحيط، والبنت اللي رفضتك 10 مرات عمال بتحاول معاها، والشغلانه اللي انت كل مره تفشل. لا، انت عملت المجهود المطلوب في حاجه، 1% بقى كمان فوقيها. لانه احيانا ال1% دي، الزياده دي هي دي اللي بتجيب النتيجه، لان انت بتكون اصلا على بعد خطوه من تحقيق الهدف. وتبان قوي في الدايت على فكره. اسبوعين بتوزن نفسك مفيش حاجه، عندك هنا قرار من الاثنين: الدايت ده مش شغال معايا وانا مش نافع في الموضوع ده، او انا هكمل يوم كمان. وتيجي في يوم واحد تقيس تلاقي ان انت
نزلت جامد جدا جدا جدا، العمليه مش كونستنت، ده كده ايه يعني، اكسبوننشال، ده اللي هو يعني تغيير مفاجئ، تغيير جامد جدا مره واحده. حاجات كده كتير في الحياه، شغال في بيزنس ما فيش فلوس، ما فيش فلوس، ما فيش فلوس، فتح مره واحده. دايما 1% بعد 100%. واخر حاجه نختم بيها انه ليس للانسان الا ما سعى، يعني لا تلتفت الى النتائج ولا ايه اللي بيحصل، ابذل المجهود المطلوب واسعى بقدر الامكان، وملكش الا السعي. النتيجه مش بتاعتك، اطمن للفكره دي، لا يعني لازم نكون مطمنين للفكره دي، مالكش دعوه بالنتيجه خالص. صمم وحط البلان ومش عارف كل حاجه، ولكن النتيجه بتاعت ربنا مش بتاعتك، انت اللي محتاج تحط ايه السعي بتاعك، مالكش دعوه بالباقي. عملت أسع- خطتك و... وزي الفل. ده اللي في ايدك، والحاجات اللي بره ايدك هي دي الحاجات اللي انت بتحاول تعافر معاها بالتصميم التاني. يبقى انت عملت تصميم اولاني، دي الحاجات اللي انت عايزها، ثم هيحصل حاجات عكس ارادتك بالتصميم التاني، هتحاول على قد ما تقدر تعافر معاها، ولكن تتقبل اللي خارج ايدك، اللي ما اقدرش اعمل فيه حاجه. اخر حاجه بقى بعد اخر حاجه اللي قلتها، انك استخدم نقاط قوتك. يعني ايه بقى استخدم نقاط قوتك دي؟ كل واحد فينا مخلوق، ربنا خالق عنده مواهب فطريه ونقاط قوه فطريه. وكلمه المواهب مش اللي هو الغنى والتمثيل، لا، انت عندك موهبه ان انا شخصيه منظمه، انا عندي موهبه ان انا شخصيه تنظر الى المستقبل، انا عندي موهبه اني بعرف اجمع الناس، انا عندي موهبه اني بعرف اتفائل، انا عندي موهبه ان انا كرييتيف. عندي موهبه ان انا صادق. مواهب، حاجات بسيطه فطريه موجوده جوانا، والمواهب دي او نقاط القوه دي لو دورنا في حياتنا هنلاقي هي مصدر سعادتنا او مصدر تعاستنا. واحنا يعني يمكن مركزين شويه الفتره دي في السترينث بيز كوتشنج، سواء بقى جالوب او بيا، ان احنا استخدام نقاط القوه. احنا ليه بنلف حوالين نفسنا؟ ما انت لو استخدمت نقاط قوتك ده اقصر طريق. يمكن نبقى نكلمكم بعد كده شويه اكتر في السوشيال ميديا عن فكره استخدام نقاط القوه، لكن دور جوه نفسك. طبعا في دلوقتي تيستس وريبورتس بنعملها ونشرح يعني ايه نقاط القوه بتاعت كل شخص وكل الكلام ده كله، واختبار لنقاط القوه وكل الحاجات الحلوه دي. ولكن حتى الى ان تعمل الموضوع ده، دور جوه نفسك ايه المواهب الفطريه اللي ربنا خلقها فيك، اللي تساعدك في تحقيق اهدافك في 2025. اخر حاجه عندنا، يعني ان شاء الله نقول لكم على هديه بسيطه كده عملناها لكم، ولكن خلينا اقول لكم سريعا جدا احنا بنعمل ايه اصلا في ماي كوتشنج، بما انه في ناس كتير اول مره تحضر. خلينا اقول لكم كده احنا بنعمل ايه يعني بشكل عام. احنا في شركه ماي كوتشنج بنقدم بعض الخدمات. اول حاجه بنقدمها عندنا ال1 تو 1 كوتشنج سيشنز. الكوتشنج سيشنز العاديه اللي بتبقى يعني حد مع الكوتش وبيساعده يوصل هدف معين يحققه، فدي ال1 تو 1 كوتشنج سيشنز. بنعمل حاجه تانية، عندنا حاجه اسمها ماي كوتشنج سكول، مدرسه ماي كوتشنج اللي معتمده من الاتحاد الدولي للكوتشنج وبتخرج كوتشز. وعندنا برنامج هو يعني الحمد لله الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، وهو السترينث بيزد ريليشن شيب كوتشنج. والحمد لله يعني لسه الاسبوع اللي فات خرجنا اول دفعه. ده الحاجه التانيه اللي بنقدمها. ان انت تدرس ازاي تبقى كوتش معتمد دوليا، تقدر تساعد الناس في حل مشاكلهم في العلاقات باستخدام نقاط القوة. وطبعا عندنا بعد كده الريتريتس اللي احنا بنسافر كأنه كامب، يعني بنسافر مكان لمدة يومين او وندرس ثلاثة. حاجه معينه بقى، زي عن السيلف لاف، حب الذات او غيره. ده الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه عندنا بنعملها التدريب في الشركات، كوتشنج وتريننج في الشركات. وبنعمل بقى حاجات تانية طبعا على السوشيال ميديا، زي ما بتشوفوا بقى الفيديوز واللايف والويبينارز اللي بنعملها زي كده فور فري. يعني دي بعض الحاجات اللي بنعملها على السوشيال ميديا. فاتفقنا مع التيم ان احنا يعني كده لازم ننهي السنة بحاجة بسيطة جدا. فاتفقنا انه هيبقى فيه ديسكاونت حوالي 15% على كل السيرفيسز اللي احنا بنقدمها، اللي هو ال1 تو 1 كوتشنج سيشنز الباكج اللي هي 6 سيشنز، وعلى البروجرام بتاعنا. هو الكورس. فاضل بصراحة فاضل 3 أماكن يعني في البروجرام.
فاللي حابب طب هنعمل ايه اللي عايز يستفاد بالاوفر ده؟ كل واحد فيهم ليها كود، يعني لازم هنبعت يا اما على البيج بتاعتنا على ماي كوتشنج، او هنبعت على رقم الواتساب هنبعت على الجروب دلوقتي. رانيا الاوبريشن مانجر العظيمه بتاعت ماي كوتشنج هتكتب لكم دلوقتي على الجروب لما نخلص ايه التو كودز اللي نبعتهم. الكلام ده فاليد لحد يوم 1/1 ان شاء الله، يعني الثلاث ايام اللي جايين لاول 5 اشخاص هنبعت. الكود يعني هيبقى كود بالكورس بتاعنا اللي هو اس بي ار سي 2025. ده اللي ليه علاقه بالكورس اللي هو ازاي لو انت عايز تبقى كوتش. والتانية هتبقى 1 to 1، يعني لكنها 1 to 1 2025 برضو، فتحسها كود كده رقم تليفون بس، يعني هيبقى احنا فاهمين المسج. ده الكود بتاع الناس اللي هي الحاضره معانا الويبينار. فده مخصوص للناس اللي حضرت معانا الويبينار. اي حد حضر معانا الويبينار بس يبعت لنا من الرقم اللي موجود على الجروب عشان نعرف ان انت حضرت معانا الويبينار، وبالتالي هيكون ليك الاوفر ده اللي هو 15%. عشان كده ننهي السنه بالموضوع ده، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. نتمنى نكون كنا خفاف عليكم واستفدتوا، ويعني كده ان شاء الله نلتقي دائما في حاجات كتيره. بس شكرا جزيلا واكرمتونا بحضوركم وحسن استماعكم. شكرا، ونلتقي على خير. سلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا، الله يبارك. شكرا يا جماعة. شكرا يا انيس. شكرا هاني. شكرا نيلي منورانا. أميرة، أهلا وسهلا. شكرا يا دينا. شكرا يا مي. شكرا جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا للجميع، أكرمتم. ألف شكر. شكرا. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.